لو علم الأنام قبيح سريرتي لأبى السلام علي كل من يلقاني. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا سيدي يا قرة عيني يا رسول الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله قد قال وقوله الحق المبين: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ونادانا الحق ينادينا، الله ينادينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللهم ألهمنا القول السديد. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام قولا سديدا وفعلا حميدا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. أيها المؤمنون الكرام، دائما ما نسمع ونحدث ونوعظ بل ونعد أحيانا عن الموت في سبيل الله. الموت الذي يهدم اللذات. كثيرا من الواعظين والعلماء نتحدث في مسألة الموت في سبيل الله، بل ويطلقها كثير من الناس شعارات: الله غايتنا، الرسول قدوتنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. ولكني لن أتحدث عن الموت، سأقتبس من القرآن المنهجية. تحدث القرآن عن الحياة أكثر من الموت، فلنكون هذا اليوم مع حديث الحياة في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا فلتكن. إذا وجدنا في القرآن الحديث عن الحياة لوجدناه أكثر من الموت. الحياة في سبيل الله في القرآن أكثر من الموت في سبيل الله. ما هي الحياة؟ الحياة هي كل ما يدب على الأرض من حركة. الحياة هي عكس السكون، فإن السكون عكس الحياة. لا نريد أن نكون جامدين، بل نريد أن نكون ممن يعمرون الحياة. الحياة هذه الذي أوجدنا الله فيها، خلقت في الحياة
لتعمر الأرض، أوجدك ربك في هذه الدنيا لكي تعبد الله، لكي تقوم بشأن الحياة، لكي لا تحتاج إلى مخلوق. يجب أن يكون لك رأي مميز، يجب أن تكون شيء مرموق في هذه الحياة، لا تكن في هامشها، بل كن في قمة هذه الحياة، كن من المبدعين، كن من الناجحين، كن ممن قال الله عز وجل فيهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكن من الذين يقول الله عز وجل فيهم ومن يعمل من الصالحات. اسمع يا أخي المؤمن، اسمع يا مسلم، اسمع وصل على رسول الله. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما أجمل هذه الآية، والقرآن كله جمال. من يعمل من الصالحات في مرفق عمله، من يعمل من الصالحات في دكانه وسيارته ومرفق العمل. عمل الصالحات لا يقتضي فقط صوم وصلاة، بل من يعمل من الصالحات ما أكمل إن كان هذا الجهاز الذي أمامي عمل صالح من مؤمن، ولكن يا للأسف الألم الذي يقطع القلوب أن كل ما ينفع الحياة صنعه الكفار. ولو فهموا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير أن من يعمل من الصالحات فلنحيينه حياة طيبة، هذه للمؤمن والكافر في الدنيا. وأما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن تكون في الدنيا والآخرة. انظر معي هذا التفسير، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة. طيب والكافر اللي صنع هذا الامبرفاير، الذي صنع هذا السجاد الذي نصلي عليه، في الدنيا يحيا حياة طيبة. تقاعس المسلم لأن السياسة لعبت دورا في التجهيل، لا يريدون الإبداع وصنع الحياة. قادات الأمم العربية لا يريدون أن يكون منافس لهم حتى وإن كان على مستوى الصناعات والإبداع في بلدنا وفي كل مكان. ولو وضعت أمثلة حية
لقلتم لقال البعض هذا يتحامل، هذا بدأ يطرق السياسة. لا، الحياة يجب أن نعمرها، بل يجب إن احتاج المسلم إلى شيء صار على الدولة وجوبا أن توجده، وإن كان مبدع ومخترع صار وجوبا على الدولة أن تدعمه، سواء كانت في اليمن أو في غيرها. لماذا؟ لأن المسلم صار في أمس الحاجة إلى ذاك عابد الصنم لكي يسمع لي ساعة أعرف بها قيمة الوقت، وجهاز مكبر صوت للأذان، وأداة لطبخ الطعام، أوجدها من؟ ذاك الذي لا يؤمن بالله. لماذا لا نرى على أشيائنا أنتج وصنع في مكان مسلم إلا ما ندر وقليل، وأحيانا تغيير وتعبئة. إن وجد فهو التغيير والتعبئة، وأما الصناعة فإنها مستوردة من الغرب، ونظل نلعن الغرب ونسب الغرب، ويا ليتنا تشبهنا بصناعاتهم وإبداعاتهم، بل أخذنا من الغرب قصة الشعر للممثل أو للمغني، ويا ليتنا قلدناه بالإبداع. أما أعطاك الله عقلا كما أعطاهم؟ صناعة الحياة واجبة، وأن تحيا في سبيل الله أمر واجب كي لا تعيش في هامش الحياة. الذي لا يحيا في سبيل الله فإنه يحيا في سبيل الشيطان. الله حتى في العبادة قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لن تكن في القبر، إنها في الدنيا. كذلك صناعة المعروف أمر من أمور صلاح الحياة. إماتة الأذى، حتى إماتة الأذى عن الطريق صدقة. والحياة شعبة من الإيمان، حتى الخجل والاستحياء سمي بالحياة. لماذا؟ لأنك إن استحيت كان لك شيء في هذه الحياة تحمد به، ولذلك سمي من الحياة. بل حتى القصاص في سبيل الله، إن قتل عليك أحد من أسرك وقام الحاكم بتنفيذ حد الله، اسمع ماذا قال الله: ولكم في القصاص حياة. مش موت، حياة، لأنه سيموت شخص واحد وستحيا قبيلة. وأما الآن في الثارات يموت شخص فتموت بعده أكثر من عشرات الناس، وتطور الحال وأصبح يموت شخص ويلحقه آخرون بسبب السياسة. أين نحن من صناعة الحياة؟
الذين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيل فليغرسوا. لماذا أغرس النخل؟ أليست عمارة للحياة؟ أين ذهب عقول أهل هذا العصر في عصر التكنولوجيا والتطور؟ عباس بن فرناس بدأ بالطيران، كان يفكر في ذاك العصر، والآن أمة محمد متقاعسة. أول من صنع البارود فكر مسلم، وأول من بدأ بالطيران مسلم. كذلك كثير من المسلمين صنعوا هذه الحياة وأوجدوا صناعات فخارية وغيرها، بدأوا كيف يصنعون الحياة. الآن الطلب كيف نحافظ على الحياة ونحيا في سبيل الله في هذا العصر الذي أصبح الموت مثل الطيب المنتشر. أصبح الموت لا نسمعه بل نراه. كنا نسمع أن فلان من الناس قتل، فلان من الناس، لكن اليوم أصبحنا نشاهد حتى في أزقة الشوارع. بل وإذا ذهبنا إلى بلدنا نزورها لوجدنا آثار الدمار ولم نجد آثار الحياة. متى؟ وهل يا ترى سنيأس؟ لا، لن نيأس، وسيأتي الله بأناس يعمرون الحياة ويحيون في سبيل الله، كما هؤلاء اليوم من يدعي أكثرهم الموت في سبيل الله، ولا نعلم هل موت المسلمين وقتل المسلمين بينهم بعضهم بعضا في سبيل الله أو في سبيل السياسة أو في سبيل الشيطان. فلندعهم ولنحيا في سبيل الله، لنضحي بأوقاتنا من أجل الله، لا ليرانا الله في المكان الذي لا يرضاه، كي نكون في سبيل الله. فلنعمل في كل مرفأ، في كل مبنى في سبيل الله، نحافظ على الأمن في سبيل الله، ليس في سبيل الراتب المقطوع، بل لأن نحيا في سبيل الله ونتقلد الأمور التي سيحاسبنا الله عليها، فنعمل ما كلفنا الله به ابتغاء مرضات الله. أيها المسلم، حينما أريد أن أتحدث في مواضيع أبحث عما يصلح هذه الحياة، لأننا وجدنا كي نعمر الحياة، ولا بد لكل منا أن يكون له كلمة وله بصمة في هذه الحياة، لا نعيش في هامشها. أيها المؤمن الكريم، اسمع معي إلى هذه الآية التي قد قرأتها عليك، وافهمها فهما كبيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
من ذكر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من سخطه وعذابه الأليم، ووفقني وإياكم للصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. نشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إمام المرسلين، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. ما ذكرك وذكر الله الذاكرون، وغفل عن ذكرك وعن ذكره الغافلون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تحدثنا في الخطوة الأولى كيف تحيا في سبيل الله، وآلام من البعد الفقهي لدى الناس. سنتحدث في الخطبة الثانية عن الفقه. لغة هو الفهم، والفقيه سمي بهذا الاسم لكثرة فهمه للمسائل. والفقيه هو الذي يجب عليه الإفتاء. قال تعالى: فاسألوا. من نسأل يا رب؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كان العلم لديك قليل فسل أهل الذكر. حادثة ومسألة فقهية حدثت في هذا المسجد. صلينا صلاة الظهر، وإذا بي بعد الصلاة أن رجل صلى الظهر قصرا وراء الإمام ركعتين، ثم سلم، ثم قام يصلي العصر في الركعتين الأخريتين وسلم. معنا التسليمة الثانية. طيب يا أخي، عاودنا وعدت إلى مسائل الفقه وذهبت لأسأل، ربما أكون قد نسيت بعض ما قرأت وتعلمت على أيادي أولئك العلماء الذي أسأل الله أن يطيب أوقاتهم ويرحم من توفي منهم. ما هو السند لهذه المسألة؟ لا نعلم. ما أعلمه هو أن هذا الأمر مخالفة للإمام، فلا يصح مخالفة الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: أسمعوني الصلاة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. مسألة، أي بمعنى لا يجوز أن نسبق الإمام بالسجود أو الركوع بمعرفة هذا النص. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. بل وكما ورد: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع قبل الإمام أن يحول الله صورته إلى صورة حمار؟ لماذا؟ للمخالفة. السكوت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاطمئنان في الصلاة. إذا حضر الإنسان إلى صلاة جماعة أو صلاة فردية فإنه يأنس ويتلذذ. أرحنا بها يا بلال. انظر هذه الكلمة، استمع إليها بقلبك وعقلك. أرحنا بها يا بلال، أي في الصلاة راحة من هم. صلاة الظهر راحة من الهم والغم وما تعانيه منذ أن فارقت فراشك إلى أن أديت صلاة الظهر. أرحنا بها. وأرحنا بها في العصر من منغصات الحياة التي وجدتها من صلاة العصر الظهر إلى صلاة العصر، وذاك الحادث أيضا يحدث في صلاة ما بين العصر والمغرب. أرحنا بها. وليست أمر وتدريب عسكري. البعض من الناس من يؤدي ركعتين كأن في دقيقة واحدة. إذا نظرت إلى ساعتك اليدوية أو التليفون ونظرت إلى المصلي دقيقة لا تزيد أو دقيقة ونصف. طيب، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فصلى نافلة، وإذا به يأتيه الأمر من رسول الله: صلي فإنك لم تصلي. أعاد الصلاة مرة ثانية: صلي فإنك لم تصلي. ثالث مرة صلى. قال رابع مرة النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. أما كان يا رسول الله واقفا متجها إلى القبلة ومكبرا وساجدا وراكعا، فلم تقل يا رسول الله صلي فإنك لم تصلي؟ صلى حركات رياضية ولم يصلي صلاة روحية. كيف ذلك؟ نقر الصلاة كما ينقر الديك الحب. فلما تبين للرجل خطأ عمله قال: يا رسول الله لا أحسن غيرها. فعلمه: إذا كبرت كذا، وإذا سكت فقل. تخيل: سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات باطمئنان. ليست إناثة أن تقول سبحان ربي الأعلى في دقيقة، لا، قلها بما تتكلم به الكلام العادي، لا تذرفها كنفسك التي تتنفس به، ولا تقلها ببطء ممل، ولكن قلها براحة. صلي وأنت بارتخاء، براحة، بطمأنينة، ما فيش إنسان يجري بعدك. تطمئن في متكئك منذ أن تبدأ إلى أن تنتهي، وفي صلاتك مستعجل، مطمئنين في الدكان، في الشارع، لكن في الصلاة أرحنا منها، لا أرحنا بها. وصلاة المسافر تحدثت عنها. يصح للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم في بداية الصلاة، في بداية الوقت الظهر، وجمع التأخير في نهاية وقت الظهر،
أي في وقت العصر. ويصح الجمع إذا نويت السفر ولم تفارق المكان، ويصح الجمع والقصر إذا فارقت مكان إقامتك. إذا نوينا الآن بعد أن نصلي صلاة الجمعة السفر، أصلي الظهر وأصلي العصر 4 ركعات، ولكن إن كنت من غير هذه المنطقة أو أنا في منطقة أخرى أصليها قصرا، لا يكون القصر إلا بعد السفر. وإن دخلت في مسجد وفي إمام فعليك أن تصلي، لأن متابعة الإمام مقدم على الرخصة، ولا يصح أن يفعل الإنسان كما فعل صاحبنا، فقد بحثت في هذه المسألة في أكثر من مكان. وصلوا وسلموا على من أمرنا الله جميعا بالصلاة والسلام عليه، فإن الله قد قال وقوله الحق المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، ما طار طير وارتفع، صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين. وارض اللهم عن صحابته الأخيار الراشدين، وخص بالذكر منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع صحابة رسول الله. إلهنا سيدنا وارض عنا، إلهنا سيدنا ومولانا ارض عنا، إلهنا سيدنا ومولانا ارض عنا، واجعل أعمالنا في رضاك، واجعلنا ممن خافك واتقاك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزقنا الإيمان والأمن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان والأمن والأمان. اللهم إنا نسألك يا الله يا من تعلم حوائجنا كلها، تعلم كل فرد ممن في المسجد وخارجه، تعلم كل حوائجنا فاقضها يا الله. نتوجه إليك يا الله أن تقضي حوائجنا. وردنا أن في ساعة الجمعة في يوم الجمعة دعوة لا ترد، فنسألك أن تكون هذه الساعة، نسألك أن تقضي حوائجنا أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لأحد منا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسألة خير إلا وفقته لأدائها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا متآلفين متحابين بجلالك. اللهم إنا نسألك الحب فيك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتجاورين فيك والمتآنسين فيك والمتزاورين فيك يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. لو علم الأنام قبيح سريرتي